ازاي بدأت في شهر 2 في ثانوية عامة وقدرت احقق حلمي في الاخر برغم كل الصعوبات وبرغم كل الظروف اللي انا مريت بيها، من تعب والدي لكلام والدتي لكلام الناس المحيطة بيا لاحباط صحابي ليا للناس اللي انا كنت مصاحبهم اللي كانوا بيبعدوني عن المذاكرة. برغم كل ده بدأت في شهر 2 وعرفت احقق حلمي. ويلا بينا من غير ما نطول في كلام كتير نبدأ في الفيديو بتاعنا. انا عارف دلوقتي ان الطلاب في منهم كتير قوي ثانويه عامه لسه ما بداوش، واللي انت دلوقتي منهم وداخل الفيديو ده على امل ان انت تستفيد حاجه، وان شاء الله باذن الله هتستفيد اكبر استفاده ممكنه من الفيديو ده. دلوقتي طلاب الثانويه العامه لو كان في جزء منهم ولو يكن مثلا التلت كان بادئ من اول السنه ومظبط اموره والدنيا تمام ماشيه معاه، ففي قدهم 3 مرات لسه ما بداوش السنه او تقريبا مراكمين عليهم حاجات كتير او مش عارفين المنهج قد ايه بالظبط. في الفيديو ده باذن الله اقول لك ازاي قدرت ان انا ابدا في شهر 2 في ثانويه عامه وقدرت في الاخر ان انا احقق حلمي وادخل الكليه اللي انا كان نفسي فيها. طبعا انا مش عاوز اقول لك على كميه الظروف وكميه الاحباط ان الواحد كان عايش فيه والحاله النفسيه اللي كانت زي الزفت تقريبا، بس برغم كل ده تحديت نفسي وقلت قصاد نفسي انا لا هبقى السنه دي لا اما مش هبقى تاني خالص. خدتها تحدي كده مع نفسي، استعنت بالله وبدات في الشهر بالظبط كان يوم 12/2 بدات. كنت ميح خالص في المنهج كله تقريبا. العربي كنت خلاص مش عارف فيه كلمة تقريبا، اول درس في النحو كان الهمزات. الكيمياء ما كنتش عارف فيها اي حاجه. الفيزياء يا دوبك كنت عارف الباب الاول بالعافيه ومسلكه كده ولسه بغلط في التوالي والتوازي. تخيل واحد كان بيغلط في التوالي والتوازي في الاخر يخش كليه كان نفسه فيها في الاخر، كليه كبيره كل الناس تقول ازاي وازاي ده وصل وازاي ده دخل، والكلام اللي انت طبعا نفسك تسمعه في اخر السنه. باذن الله كل ده هتشوفه وهتسمعه، بس لو انت صدقت نفسك، لو انت حسيت ان انت بجد تقدر. انا عارف دلوقتي ان انت في اول السنه اكيد كنت بتمر بظروف صعبه، وهي دي الظروف اللي خلتك اللي انت تاخر السنه وتاجل السنه وتخليك ما تبداش لغايه دلوقتي. انا معاك ومصدقك لان انا مريت بنفس الظروف دي او ظروف مشابهه ليها، من بقى تعب لاي حد من عيلتك، لا قدر الله وفاه اي حد من عيلتك. انا على فكره ثانويه عامه بتاعتي عمي توفى الله يرحمه دلوقتي، بس يعني كميه الظروف ان الواحد مر بيها في ثانويه عامه كانت كفيله ان الواحد اصلا ما يخش امتحانات اخر السنه. بس انا زي ما قلت لك هي تحدي، انت لا تبقى لما تبقاش. طبعا بقى كل كوم وكلام والدتك السلبي او كلام اهلك السلبي او كلام صحابك المحبط يخلي نفسيتك، انا عارف ان هي بتبقى تحت الصفر، بس انا عاوز اقول لك كلمه حلوه. خلي الناس اللي بتتريق عليك دلوقتي وبيقول لك انت فاشل وانت مش هتنفع وبقى قابلني لو جبت مجموع وبقى تعالى مش عارف ايه اعمل ايه لو دخلت الكليه اللي انت عاوزها ولا لو شرفت العيله دي، وكلام كتير قوي بنسمعه في الفتره دي بيكون على قلبنا زي الحجر زي ما بيقول. بس انت اللي في ايديك تخلي الحلم حقيقه، تخلي كل الناس بما فيهم اهلك بدل ما يشمتوا فيك في اخر السنه ويتريقوا عليك يقولوا لك انت ازاي وصلت، عملتها ازاي دي، ادينا نصيحه يا دكتور، ادينا نصيحه يا باشمهندس، وهكذا. انت بس اللي في ايديك اللي انت توصل، انت بس اللي ممكن بدماغك وبتفكيرك ان انا واثق اللي هي باذن الله هتمشي صح، اللي انت توصل للحلم اللي انت نفسك فيه والهدف اللي انت عاوزه. بس صدق نفسك، صدق نفسك، ودي اهم حاجه في الفيديو ده. ونرجع لمرجوعنا، وانا كنت في المواد تقريبا زي ما قلت لكم احنا وقفنا عند الفيزياء واللي ما كنتش عارف فيها غير الباب الاول. الانجليزي تقريبا يعني اللي ساعدني في الانجليزي ان انا كنت حافظ كلمات بس من اعدادي ومن ثانوي اولى وثانيه. الجيولوجيا كنت مراكم عليا كل المنهج، ما فتحتش كتاب الجيولوجيا ده من اول السنه. الالماني كنت بسنج الحال كده فيه وبرص برضه الكلمات انا ما كنتش عارف فيها حاجه. طبعا كلكم عارفين ان اي لغه تانية بتعتمد اعتماد تقريبا كبير جدا على حفظك للكلمات. الجرامر عليه درجات بس يعني مش زي الكلمات، برضه لازم تكون فاهم معاني الكلمات. الاحياء هي اصلا مادتي المفضله، انا كنت علمي علوم، الاحياء كانت هي مادتي المفضله، هي الماده اللي انا كنت بحب اذاكرها على طول. الماده دي كمان انا كنت مراكمها، وكانت من كتر النفسيه اللي انا كنت فيها والحاله كانت متدمره تقريبا ما بداتش برضه احياء، وكنت راكن كل حاجه. كنت بقى مقضيها شويه هنا وشويه هنا وقاعد مش في دماغي اي حاجه، قاعد بفكر بقى في الحاجات اللي حصلت، عمال اندب بمعنى اصح وببكي على اللبن المسكوب والشاي المدلوق والجردل المحروق والحاجات الكل دي كلها. فانا صديقي مش عاوزك تعمل زي ولا عاوزك تخلي في دماغك اللي انت مش هتلحق وان انت تاجل السنه والحوارات دي كلها. حياه ربنا حياه ربنا لو بدات دلوقتي هتلحق وهتجيب المجموع اللي انت نفسك فيه وتخش الكليه اللي انت نفسك فيها رغم انف كل الناس اللي كانوا بيشككوا في قدراتك. بس انت صدق نفسك زي ما انا ما قلت. طبعا عشان احنا عارفين ان الوقت ده في ثانويه عامه او في شهر 2 عموما او اي حد بيبدا متاخر في ثانويه عامه بيحتاج طريقه مذاكره معينه كده شويه حبتين ثلاثه، بحيث ان انت تجيب كل القديم اللي عليك وتكون كمان تقدر اللي انت تجيب الجديد مع المدرسين اللي انت بتاخد معاهم او اللي انت لسه هتبدا تاخد معاهم. ولو وصلت معايا لغايه الدقيقه دي في الفيديو استنى فيديو مفاجاه جدا اقول لك على 3 مدرسين او 4 مدرسين تقريبا تحذر منهم في ثانويه عامه في الفيديو الجاي باذن الله. كمل كلامنا. وطريقه المذاكره اللي انا بكلمك فيها وهي طريقه البومودورو، بس مش البومودورو اللي هي 25 و5 دقايق، لا مش دي بقى، هنطبقها هناخد ساعه
و10 دقايق، ساعة و10 دقايق، او بمعنى اصح عشان برضه اكون دقيق في كلامي، مثلا انت عندك في الفيزياء مراكم او مش مراكم، لسه ما بداتش، هتاخد الباب الاول، تخلص الباب الاول كله، بعد ما تخلص الباب الاول تاخد راحه صغيره ترتاح كده وتشم نفسك شويه، بعد كده هتبدا في ماده تاني تاخد برضه الباب الاول فيها، هنقضيها بمعنى اصح ابواب او نص باب بنص باب، كل ما تخلص جزء من اللي عليك تاخد بعديه راحه مش طويله ومش قصيره قوي، تكون كده ايه مثلا 10 دقايق ربع ساعه، المهم يعني ايه تكون كده بتستعد للباب اللي بعده او الجزء اللي بعده. ليه بقى نقضيها اجزاء مش 25 دقيقه او 5 دقايق؟ لان انا بصراحه جربت الحوار ده وحسيت ان البومودورو تكنيك ما تنفعش مع طالب ثانويه عامه، بمعنى ان هو مش هيبقى مركز او تركيزه هيبقى 25 دقيقة بس المعلومة زي ما بيقولوا كده ايه مش هتلحق تكون خدت حاجة، يعني مش هتلحق تكون خلصت حاجة، الا بقى لو انت يعني نابغة او فزة في ال 25 دقيقة دول تعرف تخلص فيهم نص باب مثلا او اي حاجة. اظن ان الموضوع هيبقى صعب، لو جت معاك يبقى خير وبركة تخلص كل اللي فاتك في وقت قصير باذن الله. طبعا انا مش هغصب عليك واقول لك انا كنت بصحى بدري وكنت بنام مش عارف امتى، بنام 4 ساعات في اليوم، لا يا عم انا كنت بنام عادي 8 ساعات في اليوم عادي، ساعات 7 ساعات بس، يعني ايه في المتوسط كنت بنام 8 ساعات. كنت بذاكر امتى؟ ما كانش ليا ميعاد ثابت، كنت بذاكر الصبح وبذاكر بالليل وبذاكر الفجر وبذاكر الظهر وبذاكر العصر، كل وقت تقريبا كان، يعني انا اعتبر نفسك موظف، اعتبر نفسك الكام شهر دول موظف مش وراك حاجه غير اللي انت تذاكر، هتاخد تعبك ومجهودك ومرتبك في اخر السنه في المجموع اللي انت بتجيبه، كل ما هتتعب اكتر في الشغل كل ما هتترقى اكتر في المجموع، وعاوزك كل ما تبدا حاجه تقول لا حول ولا قوه لي الا بالله، توكل على الله كده وتبدا في الحاجه اللي انت عاوز تبدا فيها، وباذن الله في اخر السنه تيجي لي على القناه هنا وتكتب لي على اخر فيديو انا منزله انا الحمد لله شفت الفيديو اللي انت كنت منزله في شهر 2 وقدرت ان انا اوصل لحلمي واحقق هدفي، الكومنت بتاعك في اخر السنه. وده فيديو لطيف كده يا رب يكون خفيف على قلبكم. بس كده يكون الفيديو بتاعنا النهارده خلص، ما تنساش بس تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناه وانت مش مشترك، عاوزين نوصل 10000 سبسكرايبر في اقرب وقت ممكن ونكبر العيله بتاعتنا. وسلام.